مقدمة من ناس من اسماعيلية. الشكوى الأولى عبارة عن شكوى بخصوص طرح مزايدة للسوق التجاري بملعب كرة اليد يا باشمهندس. زي ما قلت لحضرتك ده ملعب يعني أرض فاضية، كانت ملعب كرة يد أجرها مجلس الإدارة حتى أقيمت فيها الجمعية العمومية، أجرها مجلس الإدارة لأحد المعارض بحيث إن هو ياخد منها 400,000 جنيه في السنة تقريبا، يعني إن لم تخن الذاكرة في الرقم. ففي شكوى ضد ده. الشكوى عبارة عن عدم وجود شهادة الدفاع المدني ومقاومة الحريق، وتقريبا ما فيش موافقة من الحي أو حاجة كده يعني. الشكوى الثانية خط الدراويش، يعني الشكوى مقدمة من ابن من أبناء إسماعيلية ضد خط الدراويش. ليه؟ لعدم وجود مزايدة تنافسية بين الشركات. يعني الشركة خدتها من وجهة نظرهم بالتزكية بدون الشركات. أنا بأكد للمرة المليون، أنا مش ضد اللوائح، مش ضد القوانين، مش ضد إن احنا نكون دولة قانون في كل حاجة، لكن كمان هو سؤال بسيط للي بيشتكي من جوه اسماعيلية، سؤال بسيط جدا: هدفك ايه؟ ولا انت متطوع شر؟ يعني هو ده اللي انا مستغرب، انت هدفك ايه ولا انت متطوع شر؟ يعني انت نفسك المشروعات دي تبوظ ليه؟ يعني انا مش عارف الاجابه، لو حضرتك عندك اجابه ممكن تقول. بس انا عايز اقول حاجه، هي برضو مش مشكله الموضوع، ممكن يعني يبقى في تدقيق شويه من جوه النادي بحيث ان احنا نمشي على اللائحه بالظبط. مش مختلفين، ممكن يحصل تاخير شويه او ممكن يعني، بس ننسق مع الجهه الاداريه بحيث ان احنا نبقى شغالين بطريقه ما يحصلش فيها ثغرات، محدش يمسك علينا، بحيث ان النهارده لما واحد بيشتكي حتى لو هو كان مغرض ولكن الشكوى بتاعته صح تبع اللوائح، ما تقدرش تقول لا غير لي اللائحه. يعني ارجو ان النادي برضو يدقق في اللوائح اكتر وينسق اكتر مع الجهه الاداريه عشان ما يتكررش موقف ان هو حد يشتكيه. يا باشمهندس انا مش معترض والله، وبقول انا قلت في بدايه الكلام قبل التعليق، لو الجهه الاداريه اللي وقفتها اوكي، لو حد من بره اسماعيليه وقفها اوكي يعني، انما حد من جوه الجمعيه العموميه للنادي الاسماعيلي بيشتكي عشان يوقف مشروعات، اساسا ما فيش فلوس بتدخل النادي، والناس بتجتهد تقول فلوس حتى المرتبات الموظفين، والناس بتدفع من جيوبها وحاجات كتير جدا. يعني ايه القصه دي كلها؟ هو السؤال الراجل اللي بيشتكي، انا مش ضد ان شكوته صح، بيشتكي ليه؟ هو بيدور على مصلحه النادي ولا بيدور على مصالح شخصيه؟ انا بقول لحضرتك حتى لو كان هو مغرض، انا هفترض يعني المفروض نفترض الحسن النيه، بس يعني لا، ده انا هفترض سوء النيه ان هو راجل مغرض. نعم، هو مسك نقطه مظبوطه صح، غلطه. طب ليه النادي يعني ما يتلافاش الاخطاء دي؟ بس ده اللي انا بقول عليه. يعني اصل اقول لحضرتك تدقيق اكتر من النادي، انما كل الناس عايزه تساعد النادي. يعني هو لو نسق مع الجهه الاداريه، اكيد الجهه الاداريه هتحاول تتعاون بشكل بحيث انها ما تخرجش عن يعني لو كان في استثناء من رئيس الجهه الاداريه ممكن يروح ماضي ويستثني. انما لو اتعملت من غير تنسيق مع الجهه الاداريه مش هيحصل الاستثناء، يبقى بالتالي انت بقيت لما تتراجع عليك يبقى في غلطه. فبالتالي هي شويه تدقيق اكتر من النادي، ودي سهله وفي ايدينا، صح. ومش محتاجه، انما كل الناس عايزه تخدم وعايزه تساعد، فبالتالي نفوت الفرصه على اي حد انه يشتكينا او يقول احنا عملنا حاجه نص نص. صح. اللي انا بقوله ده